السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني، أنا شيماء ودي قناتي، أتمنى تشتركي فيها. وقبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهاردة هنقدم فيه شوية أفكار اقتصادية تنفع معانا للغدا، ومش هتعدي إن شاء الله ال15 جنيه. بس تابعي معايا وما تنسيش اللايك. هنعمل مع بعض ملوخية خضرة من غير شوربة خالص، وهنعمل كمان مع بعض ويكا، وهنشوف طريقة تخزينها ازاي. هي الويكا رخيصة اليومين دول في السوق، فهتبقى فرصة ان احنا نشتري كيلو او 2 كيلو ونخزنهم ونحطهم في الفريزر. وهنعمل كمان مع بعض صلصة وشوية مخللات ومسقعة وشوية افكار حلوة هتفيدك جدا لأيام الزنقة. طبعا انتي لو كنتي تابعتي معايا الفيديو بتاع مشتريات الخضار بتاعت الاسبوع، كنتي هتعرفي ان اغلبية الخضار دوت اللي هعمله النهاردة، او اغلبية وصفاتنا النهاردة كانت من ضمن مشتريات الخضار اللي كانت متكلفة 170 جنيه تقريبا. اول حاجة هنبدأ بيها الملوخية، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليها. الملوخية خضرة خالص زي ما هي، مع اني جايباها تقريبا من حوالي 4 ايام او 5 ايام وكانت في التلاجة. وما شاء الله عليها زي ما انتوا شايفين كده لونها اخضر. وده لان السبب زي ما قلت لكم، لما اجي اشتري ملوخيه ما اشتريش الملوخيه من البياع اللي هو كل شويه يبلها بميه طالما انا مش هستخدمها في نفس اليوم. لا، انا اجيبها تكون ناشفه خالص، وابدا احطها في كيس عادي واربط عليها واسيبها في درج التلاجة. هتعيش معايا 4 ايام 5 ايام، هتفضل خضره زي ما هي. الملوخيه بتاعتنا النهارده انا ما كانش عندي شوربه بصراحه، فانا عملت لها شوربه. الشوربه دي كانت عباره عن ميه مغليه، ونزلت فيها ببصلايه وكام فص توم وكزبرة ناشفة وفلفل اسمر ومكعبين مرقة وورقتين لورا كمان وشوية كزبرة ناشفة. وبدأت احطهم في المية دي وسبتهم يغلوا بحيث ان البصلاية تطلع النكهة بتاعتها في قلب المية وتبدأ تعمل عندي شوربة. في الوقت دوت خلاص هي كده غلت كويس والبصلايه دخلت في شبه السوا. ابدا بقى انزل عليها الملوخيه اللي انا مخرطاها، واظبط المعيار بتاعها في الميه، يعني اظبط التخن بتاعها ولا اخليه خفيف قوي ولا اخليها تخينه قوي. وبعد كده بعمل الطشه عاديه بتلات اربع فصوص توم، وبالزبدة وبالسمنة وبالزيت بتاعي عادي. وبعد كده لما يحمر شوية ابدأ ان انا انزل عليه الكزبرة وبعدين اطشها على الملوخية. فانا كده عندي وجبة ما كلفتش معايا يعني. هي الملوخية كنت جايبة الكيلو ب10 جنيه، وبقية الحاجات موجودة من البيت، يعني المرقة بصلاية شوية بهارات، والدنيا تمام يعني. تاني حاجة معايا من ضمن الأكلات برضو الموفرة هي المسقعة. أنا الباذنجان ده أنا كنت جايباه من ضمن مشتريات الأسبوع معاكم، كان الكيلو ونص ب10 جنيه. قلت لكم هاخد بتنجانتين اعملهم مسقعه، والبتنجانه التالتة هخليها للبابا غنوج يوم السمك. والفلفل ده كان برضو من ضمن المشتريات بتاعتنا للاسبوع. وهبدا ان انا اقطع البتنجان بتاعي زي ما انتوا شفتوا كده بالطول، وبعدين اقطعه مكعبات. في ناس بتحب تقطعها حلقات، بس دي حريه شخصيه يعني، كل واحد حسب ما بيفضل. انا بحبها مكعبات كده عشان ايه؟ تكون على قد اللقمه، ما اجيش لما اجي اكل اقعد بقى باللقمه كده اقطع فيها يمين وشمال. لا، هي مكعبات كده كويس. وطالما قلنا مسقعه يبقى لازم توم. طبعا المسقعه بتحب التوم الكتير زي ما انتوا شايفين كده، في معلقتين 3 زيت. ولما يبتدي لونه ياخد لون كده وريحته تطلع، ما غمقهوش قوي التوم، يعني مجرد ان ريحته تطلع انزل عليه 3 معالق خل. وبعدين احط الصلصه بتاعتي. الصلصه دي كانت عندي في الفريزر، انا كنت مسبكاها، بتنفعني بصراحه وقت الازمات. واحط الملح بتاعها وشويه سكر علشان الصلصه، واسيبها بقى تتسبك على مهلها خالص. بعد انا كده ما خلصت قليه البتنجان كلها، اخدت برضو 2 بطاطس وقطعتهم، وبعدين 3 4 قرون فلفل. شوفي بقى انت بتحبيه بارد بتحبيه حراق، يعني دي حاجة ترجع لك واللي يريحك. وابدا ان انا اقلي كل دوت واحمر الكلام ده كله كده ورا بعضه، وايه ارصهم زي ما انتم شايفين كده في الطبق او في البايركس او اي حاجة انت بتقدمي فيها. ساعتها انا يعني بعد ما بعملها كده واحط لها الصلصة ادخلها الفرن، وساعات لا اسيبها زي ما هي. فانا بقى ايه، خلاص كده الصلصة تعتبر اتسبكت تقريبا. وهبدأ بقى ايه اديها ايه كام معلقة كده، رشتين 3 كده، واقلب فيها برضو اتأكد ان الصلصة وصلت يا بنات ايه
للبتنجان تحت عشان تشرب كلها من طعم الصلصة بتاعتها. شايفين كده؟ دي برضو تاني اكلة معايا ما كلفتنيش برضو، يعني ما عدتش ال15 جنيه. واكلة حلوة واكلة حرشة وتفتح النفس. تالت حاجة معانا النهاردة برضو من ضمن وصفات الإنقاذ كده، لما نكون في آخر الشهر أو يكون الفلوس معانا مش مقضية أو مش مكملة مثلا معانا. يعني هي الدنيا على الناس كلها كده، بيبقى يوم كده ويوم كده. الدنيا غالية يا بنات، والحياة بقت صعبة. فإحنا لازم على قد ما نقدر نحاول إن إحنا نمشي حالنا ونمشي امورنا. يعني يوم زي الملوخية ده مثلا، لو ما عنديش شوربة هقول لا ما ينفعش ان انا اعملها، لا بتصرف وبعمل لها انا شوربة من عندي والله، وبتبقى طعمها حلوة وبظبطها. شوية ملح شوية فلفل بصلاية طماطماية، وبظبط انا مرقة ليها وبتبقى جميلة وبيبقى يوم ويعدي. فنحاول على قد ما نقدر، على قد ما نقدر نشوف بداية ونشوف حاجات تكون مثلا نازلة في الأسواق في الموسم بتاعها، سعرها رخيص، أنا استغلها. يعني أجيب مثلا حاجة ب10 جنيه، حاجة ب15 جنيه. هما مش هيزعلوني دلوقتي قد كده، بس هينفعوني يوم ما احتاجهم. يعني هيبقى ساعتها لا دي أنقذتني مثلا شوية الملوخية دول ولا شوية الويكا دول. فإحنا نحاول على قد ما نقدر. يعني أنا ما بقولش نحرم ولادنا والله، بس يعني يوم كده ويوم كده، هي الدنيا كده، حبة كده وحبة كده. ما ينفعش تبقى حلوة على طول، وما ينفعش برضو تبقى وحشة على طول. انا كنت ماشية في السوق برضو النهاردة ده بعد ما اشتريت المشتريات بتاعت الخضار بتاعتي، لقيت في راجل فلاح كده قاعد. يعني دول كانوا اخر حبة معاه والله، قاعد ينادي عليا ويتحايل عليا ويقول لي تعالي دي الويكة حلوة وطازة وخضرة وحلوة، الكيلو ب10 جنيه. فقلت له طب خلاص ماشي اديني كيلو. فقال لي والله دول اخر حبه عندي، انت كده هتسيبي لي النص كيلو لوحده؟ لا خدي الكيلو ونص ايه على بعضه ب15 جنيه. والله ما رضيتش ازعله، مع اني يعني ما كنتش محتاجاهم او ما كنتش حاطه في بالي اللي انا هجيبها دلوقتي. بس ايه يعني ما حبيتش ان انا ايه ازعله، وقلت ارضيه يعني. فالمهم انا جبت الويكا، وزي ما انتوا شفتوني في الاول كده كنت بقطم البوز بتاعها. كانت بتقطم معايا على طول، ده معنى كده ان هي طازة ومش شيخة، يعني حلوة صبحة. وبدأت غسلتها غسلة كويسة، وبعدين سبتها تتصفى. وزي ما انتوا شفتوا كده قعدت بقى ايه اقطعها لشرايح، ولا هي تخينة قوي ولا هي رفيعة قوي. واهم حاجة بقى معانا في تخزين البامية الويكا الليمون. يعني انا الكيلو ونص دول عصرت عليهم ليمونة، ممكن ليمونة ونص كمان، علشان يحافظ لي عليها على لونها يفضل اخضر، وما تنزلش المادة المخاطية اللي فيها دي. فالليمونة بتمنع الكلام ده كله. وزي ما انتوا شفتوا دلوقتي اهو، بصوا انا قسمتهم على كيسين. يعني كل كيس تقريبا حوالي كيلو الا ربع. انتي حابة تقسمي كل نص كيلو في كيس على حسب اكلتك، مفيش مشاكل. بس انا بالنسبة لي هقسم الكيلو ونص على اكلتين، لان ولادي بياكلوا منها على الغداء وبالليل كمان، يعني ممكن يتعشوا منها. مفيش اي مشكلة، بيغمسوها بعيش كده، لو في رز برضو بياخدوا منها على الرز كده وياكلوها، يعني مفيش اي مشكلة. شايفين كيسين هم ب15 جنيه، عملوا لي اكلة جميلة مغذية، الولاد بتحبها ووفرت لي كتير. يعني يوم ما اتزنق وما لاقيش معايا اي حاجة هطلع كيسة واعملها. من اهم وصفات الانقاذ بقى معانا وهي الطماطم. يعني الطماطم رخيصة جدا يا بنات اليومين دول في السوق، فحرام بصراحة اللي ما يستغلهاش. الكيلو طماطم ب5 جنيه، وزي ما انتوا شايفين كده يعني ما فيهاش الهوا، يعني بسم الله ما شاء الله عليها. حمرة وحجمها حلو وما فيهاش سوسة يعني جميلة. ب10 جنيه اجيب 2 كيلو طماطم، ابدأ ان انا اسبكهم كده واضربهم في الخلاط ولا بالهاند بلندر، واحطهم في الفريزر. اقسمها على اكياس، يعني ال2 كيلو اقسمهم على 4 اكياس. هتنفعني في يوم زنقة، عايزة اطبخ اي حاجة، عايزة اعمل كاتشب، عايزة اعمل صلصة البيتزا، لأي حاجة هطلع كيس. مفيش برضو شوية مكرونة كده هطلع كيس مع المكرونة وشوية بطاطس، والدنيا هتعدي وهتتقضى.
والله بس هي الفكرة مش فكرة ان انا اشتري وخلاص واعمل وخلاص، لا انا احاول على قد ما اقدر في حدود امكانياتي، يعني 10 جنيه و15 جنيه مش مبالغ كبيرة، اجيب واعمل حاجات تساعدني وتخفف عليا. يعني زي ما قلت لكم شويه صلصه، شويه ويكا. بالمناسبه برضو الملوخيه انت ممكن تخرطيها وبشويه ميه دافيه او ميه سخنه، تفكيها كده تخليها زي العجينه كده شويه، وتبداي انك تحطيها في الفريزر، هتنفع معاكي برضو، بتبقى احسن بصراحه برضو من اللي هي الاكياس بتاعت الشركات، بتبقى احسن وانضف منها بمليون مره. بصوا انا كده الطماطم خلاص اتسبكت اهي معايا، وهبدا ان انا اعبيها في البرطمان، وتفضل عندي في باب التلاجة تقعد معايا شهر واتنين، مفيش اي مشكله فيها، ولا بتبوظ ولا يحصل لها اي حاجه. هي الفكره ان احنا بس ايه، يعني نيجي على نفسنا شويه ونجتهد شويه ونتعب شويه. بس الحاجه لما بلاقيها في الفريزر عندي بتبسطني وبتريحني، بعد كده بحس بقيمتها زي ما بيقولوا. فهي كلها حاجات بسيطه، والموضوع ده كله يعني كذا حاجة انا عملتها، ما كلفتنيش الحوار كل ده والله في الفيديو ده 50 جنيه على بعضه، بس انا حطيت حاجات اساسية في البيت وفي الفريزر تنفع معايا. يعني المسقعة دي انا ممكن اعملها واحطها في علبة، اشيلها برضو في التلاجة، تشتغل معايا فطار، تشتغل معايا غدا، ومن الحاجات المهمة برضو اللي احنا يعني المفروض نعملوها في البيت ومش بتكلفنا اي حاجة، المخلل. يعني انا شوية البرطمان المخلل ده هطلعه من شوية حاجات انا مش انا جايباها من مشتريات الاسبوع عادي، يعني اخدت كام قرن فلفل على كام، على جزرتين، على 3 4 خيارات، وهعمل برطمان كبير مخلل هينفعني، بدل ما الولاد كل شوية ينزل يشتري مخلل، والله ما بيكونش اصلا، يعني ما بيكونش مخلل، ده بيكون فرافيت كده، يعني البواقي بتاعت الخضار، يعني بيبقوا مقشرين الخضار ولا ايه ما تفهموش وبيستخسروا يرموا القشر بتاعه، فانا بستخسر فيه الفلوس والله، وبلاقيها فلوس بتترمى على الارض، ولا طعم ولا شكل ولا لون ولا اي حاجه. انما انا في البيت انا ممكن اعمل برطمان نضيف، برطمان حلو ناكل فيه اسبوع، ناكل فيه 10 ايام من ولا حاجه، برضو ما نزلتش اشتريت له حاجه مخصوص. يعني المشتريات الخضار بتاعتي اخدت منها من كل حاجه وحدتين وحدتين وحدتين، اهو بقطع خيار على فلفل على جزر، يعني هم دول اللي كانوا موجودين معايا في المشتريات ينفع اعمل منهم مخلل، الخيار والفلفل والجزر، ومفهومش اي حاجه، بقطعهم حلقات كلهم قد بعضهم كده على قد ما اقدر، وبعد كده احطهم في البرطمان، والكل كوباية مية بتاخد معلقة ملح. انا البرطمان اللي انا هعمله ده اخد معايا 3 كوبايات مية ب3 معالق ملح، يعني والله ولا كلفني اي حاجة خالص. وعايزة اوريهولكوا دلوقتي لونه، يعني اقسم بالله بدأ يصفر وبقى لونه جميل يعني وتحفة بقى، وفيه سنة حرقية كده. حاجات البيت نظيفة وجميلة وموفرة وخير في البيت. يعني ابني يروح يجيب شوية مخلل ب15 جنيه، والله ما مفهومش اصلا يعني. ومن الحاجات المهمة برضو يا بنات اللي انا خزنتها او شلتها الاسبوع دوت، الفلفل الكوبي، نص الكيلو انا كنت جايباه عامل 9 جنيه، فانا قلت لكم هما كانوا 4، اتنين حمر واتنين صفر، انا قلت لكم هخزن في الفريزر واحد وواحد، يعني تقريبا القرنين اللي انا هشيلهم دول سعرهم 4 جنيه ونص يعني، وهحطهم في الفريزر وهينفعوني في وقت زنقة. حبيت اعمل شاورما، حبيت اعمل بيتزا، حبيت ادخلهم معايا برضو في تعصيجة بشاميل، موجودين معايا وحلوين ومغذيين وسعرهم برضو ولا حاجة، من ضمن برضو المصاريف والمشتريات بتاعتي، وحاجة وعدت من عليا وانا خزنتها وحطيتها في الفريزر من غير ما احس بيها، هحس بيها وقت ما اجي استخدمها ووقت ما اطلعها هلاقيها وفرت عليا وقفة، ووفرت عليا فلوس، ووفرت عليا حاجات كتير. بصوا انا كده في الفيديو ده كده في المقطع دوت اسفة جمعت لكم الحاجات اللي انا عملتها كلها مع بعض، والله انا عملت الحاجات دي كلها مع بعض في نفس الوقت، ما خدتش معايا للامانة يعني ساعة الا ربع. ده برطمان المخلل والصلصة والملوخية والفلفل الالوان والويكا، شوية حاجات تبان بسيطة بس هتنجز معايا وهتفرق، واستنوني في فيديو جديد. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم واستفدتوا بأي حاجة ولو بسيطة. مع السلامة.